منتالي ريتارد، بس الإنسان كائن عاقل وناطق. طيب افرض واحد أصم مش بيتكلم، أصم يعني ما يسمعش، بالتالي مش بيتكلم، يبقى ده ناطق ولا غير ناطق؟ إيه؟ ناطق لأنه بينطق بطريقة تانية، الإشارة بيتفهم واخد بالك؟ فعشان كده كان زمان يسموهم الصم والبكم، دلوقتي لغوا كلمة البكم، بس الأبكم معناها إيه؟ شعب. فقالوا خليها كلمة الصم وضعاف السمع، لأنه يستطيع أن يعبر، لأنه ستيل كائن عاقل ناطق، بس ناطق بلغة أخرى غير اللسان، هي الإشارة أو الكتاب. إذا أهم حاجة عشان يبقى صورته هي العقل. الصورة تتضمن المواهب الطبيعية وتخص العقل والنطق على شبه مثال اللوغوس الذي هو كلمة الله، يعني يترتب على العقل حرية الإرادة. سؤال: الله حر ولا مش حر؟ حر. طب يعني حر يعني يعمل الشر ويعمل الخير ويقول عمره ما يعمل الشر علشان هو مضطر يعمل الخير؟ لا، هو حر فأن يختار الخير دائما. عشان كده الإنسان الخير هو حر، بس عمره ما يميل ناحية الشر، لأن أنت صورة الله بتتشبه بيه. طب سؤال: الملائكة أحرار ولا غير أحرار؟ لما عندك على الثلاث مواقف يعملوا شر؟ أنا بقى في صورة الله، بالرغم إن عنده حرية لكن مش بيختار. بحب أشوفها أصورها قناة عندي. طيب الحيوانات عندها حرية؟ لا. ليه؟ ما عندهاش عقل. امال بتتصرف بايه؟ الغريزه. يعني الحيوان بيتصرف بغريزه مش بإرادة. يعني انا مش متخيل ان النحل هيجي في يوم في خليه نحل او بيسموها ايه، معمل او اسمها ايه؟ مرحل.